ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أنا ومعنا الجمري من سوريا. السلام عليكم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا أخي. حبيت اعلق على كلام عثمان. حضرتك ارفع صوتك وخفض صوت التلفزيون. اظن الشيخ عثمان يعرفني. من معي؟ طيب، الشيخ عثمان يعرفني، انا الجمري واظن ناقشتك كثير. ما اسمك؟ في الانترنت. ما اسمك؟ على اي حال. ما اسمك؟ الجمري، عباس الجمري. أنا ناقشتك؟ نعم، ناقشتني باسماء موهومه كثيره وناقشتك في البالتوك. على اي حال، ليس لا، لحظة، اصبر شوي. لعل الذي ناقشك انتحل اسمي، أنا أول مرة أسمع بك. حياك الله على كل حال، تفضل. على أي حال، لا بأس. تفضل. أبدأ من الأخير. تكلمت أولا عن رواة أهل الكوفة، جزاهم الله خير. نعم، هم الذين نقلوا إلينا تراث الأئمة، ومن ثم نقلوا إلينا تراث الأنبياء، وليس فقط تراث الإمام الصادق. أنت مخطئ جدا. أهل العراق، أهل الكوفة رووا لكم القرآن الذي جاء به النبي المدني، وأنت قليل كنت تتكلم عن رواة القرآن من الكوفة. وفي القراء السبعة، في القراء 4 أو 5 من الكوفة، والقرآن الذي بين أيدينا الآن مروي عن رجال من الكوفة. ماذا تمتعظ إذا كان رواة الأئمة من الكوفة؟ ليس لك الحق أن تمتعظ من ذلك، لأن قرآنك الذي تقرأه ليلا ونهارا هو مروي عن أهل الكوفة، جزاهم الله خير. هذا أولا. ثانيا، حمزة الزيات من هو إمامه؟ تعلم كما يقول ابن الجزري عن حمران بن أعين، وحمران بن أعين بإجماع أهل السنة رافضي، وتسمونه رافض الحديث أيضا. تكلمت أيضا عن حديث الحوض وبررته بتبريرات واهية جدا، وأولت أن كلمة أصحابي إنما هي اعتمد المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي، ولا دليل على ذلك. لم تذكر لنا أي دليل يؤكد على كلامك، بل الدليل قائم على خلاف ذلك. قال: لا أراه ينجو منهم إلا مثل همل النعم. إذا كان المقصود المرتدين أو المقصود المنافقين، كيف ينجو منهم؟ كيف بعضهم ينجو؟ يقول: لا ينجو من الصحابة إلا همل النعم، مثل همل النعم، يعني مثل الذي تتركه الناقة إذا بركت من الشعر، هذا همل النعم. الكلام عن الصحابة، ولا تستطيع أن تقول أن الكلام عن المرتدين أو المنافقين إلا أن تضحك الثكلى. كلامك غير معقول. هذا. ثانيا، أيضا القرآن ذكرت آيات تمدح الصحابة. نحن لا نذم الصحابة، نحن الشيعة نحب الصحابة، نحب جعفر الطيار، نحب الحمزة، نحب شهداء أحد، نحب شهداء البدر، هؤلاء الذين صدقوا. لماذا تفترون على الشيعة؟ نحن نحبهم ونجلهم ونزور قبورهم. أليس أبو بكر من الصحابة؟ كما قال البخاري أن يا جمري أجبني. أليس أبو بكر من الصحابة؟ أليس عمر من الصحابة؟ نعم. ماذا تقول فيهما؟ أنا لا أقول نحن نحب كل الصحابة، لا نحب عمر، لا نحب أبو بكر، لا نحب من ارتد، لا نحب من بدل. يعني أنت ترى أن أبا بكر قد ارتد وأن عمر قد ارتد؟ هذه عقيدتك. أبو بكر ارجع إلى الموطأ. هذه عقيدتك. نعم، عقيدتي. أنا لا أتكلم عن عقيدتك أنت. وكان من الإنصاف إذا تكلمتم عن الشيعة أن يكون هناك شيعي يدافع عن عقيدته. هذا ليس من الإنصاف أن تأتيني بشيخ وهابي عدو للشيعة ويتكلم عن الشيعة. اجعل له شخص آخر يقابله من الشيعة لكي ترى المنطق الحق، المنطق الصافي المعين. نحن لا نكذب. هناك من نبغضهم من الصحابة، هذه حقيقة مذكورة في كتب الشيعة، مذكورة في الإنترنت.
نجهر بها على المنابر ليل ونهار، لا نخاف من أحد. وإنما إذا اتقينا، نحن نحب ثقافة المحبة، لا نحب أن نجرح شعوركم، لا نحب أن يقول الرسول لو تكاشفتم لما تدافنتم. لماذا هذا الإظهار مسالب فرقة معينة؟ فرقة الآن نحن لسنا خمس المسلمين فقط، نحن لربما وصلنا إلى عشر المسلمين أو 20% من المسلمين. لماذا التجريح؟ نحن نحب عامة المسلمين، وإن كنا نختلف معهم، هم لا يحبون أئمتنا لا بأس، نحن لا نحب أئمتهم لا بأس، ليس هناك داعي للمحاربة ولا اعتداء. إذن وصلت رسالتك يا جمري، وصلت رسالتك، أخذت وقتك كاملا. نحن دائما ونحن نناقش بصوت هادئ وبأسلوب هادئ، ولا نسيء إلى أحد، حتى أن الشيخ حينما خاطبك قال لك يا أخي ما كان يعلم أنك ستقول ما قلت. نعم شيخ. طيب الأخ الجمري من سوريا تحدث وقال إننا نجرح مشاعر الشيعة وهكذا، فأقول الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هي كلها للرد على أسئلة. نعم، هو قال ذكر أهل الكوفة ويقول لماذا نعم. تنتقص أهل الكوفة؟ لا أنتقص أهل الكوفة. نعم، نقول الكوفة فيهم يعني علماء أجلة، يعني يكفي أن علي رضي الله عنه سكن الكوفة رضي الله عنه، وأبو عبد الرحمن السلمي ممن روى عن علي رضي الله عنه، وكذلك في عبد الله بن مسعود كان في الكوفة وتلاميذ عبد الله بن مسعود. طيب، ولكن القصد أن احنا نقول الرواة عن جعفر من أهل الكوفة، الرواة عن جعفر الصادق هؤلاء هم الكذابون الذين اتهمناهم بأن جعفرا بريء منهم. أما لا نتهم أهل الكوفة، فيهم خير وفيهم فضل وفيهم علماء وفيهم أجلة وفيها نقلات قرآن. نحن ما تكلمنا عن أهل الكوفة. نعم، نحن تكلمنا قلنا كيف يكون جعفر في المدينة وتلاميذه كلهم في الكوفة، هذا اللي تكلمنا عنه، ما تكلمنا عن أهل الكوفة مطلقا. أما نعم. كلامه يقول يعني لماذا، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل همل النعم. نعم، هؤلاء من الذين يأتون ويمرون على الحوض يمنع كثير منهم، لكن ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأعلن أن ما في قلوبهم هو الخير. نعم. سبحانه وتعالى، أبدا ليس الأمر كذلك. وأما قوله أنه المقصود بهم الصحابة نعود عليه. نعم. نقول هل علي منهم؟ هل حسن منهم؟ هل حسين منهم؟ هل فاطمة منهم؟ يقول لا أنتم تجلونهم. نقول نعم نجلهم ونجل أولئك، ولا نقبل منه قوله في أبي بكر وعمر كما قال أنهما ارتدا وغير ذلك من الأمور الباطلة حقيقة. نعم. لكن أنا أقول يعني كلامه أني ناظرته بأسماء مستعارة، يعني أقولها حقيقة أمام الجميع، أنا لا أستخدم أسماء مستعارة، ولو ناظرته أقول أنا عثمان، لا في المناظرات في البالتوك ولا في الانترنت ولا في غيره. نعم. فلا شك أنا لعله صادق إن شاء الله تعالى. أنا أقول الذي قال لك إنه عثمان كذب عليك. نعم. وإن كنت تظن أنني أنا الذي ناظرتك فلست أنا. طيب. نعم. وهذا بالنسبة لي ما ذكر يعني حقيقة يعني. نعم. أما قوله إن لماذا لا يأتي شيعي، فليأتي شيعي، أنا ما عندي مشكلة. نعم. يعني خلي يعني شيعي يأتي يناظر بأدب وأخلاق، فليأتي، ما نعم. عندنا أي مانع أبدا. وحدث. نعم. يعني على المستقلة نظرت أكثر من شيعي يعني. نعم. نعم. بارك الله فيكم.